جسمك هو نموذج مصغر للكون ولنمط حياتنا في كل الاتجاهات، فوق وتحت، يمين وشمال. الاتجاهات دي كلها رغم اختلافها إلا إنهم متعايشين مع بعض، وكل اتجاه معتمد على التاني، لأن جسمك ما ينفعش يبقى الجزء اليمين بس أو الشمال بس. أو لو رجليك مثلا اتغرت بنفسها وقالت أنا اللي شايلة الجسم كله، أنا الأقوى ولازم الجسم كله يبقى تحت طوعي، كده تبقى نص بني آدم. ولو قلبك مشي على هواه وسيطر عليك هيضيعك. كل عضو في جسمك عارف ده، مؤمن انه مهما كان قوي ما ينفعش ينفرد بنفسه ويقصي باقي الاعضاء، لانه لو عمل كده هيختل وممكن يموت ويموت الجسم كله. فاعضائك واتجاهاتك واختلافاتك متقبلين بعض عشان انت تعيش. والوطن كده برضه مليان اتجاهات واختلافات، لازم يتفقوا عشان الوطن يحيا. فلو انت يمين ما تكرهش الشمال، الشمال لازم يبقى موجود معاك عشان انت تبقى يمين. سيب عكسك يعيش معاك، هتبقوا انتوا الاتنين كسبانين. ولو عديتوا بعض هتخسروا والوطن هيخسر معاكم. واوعى تغرك نفسك وتستقوى وتفكر تقصي كل الاتجاهات وتعيش لوحدك، لانك هتموت لوحدك وهتأذي غيرك بموتك. الدنيا صبح وليل، ولولا الليل ما كانش حد هيفكر ينور الضلمة، ولولا الصبح ما كانش حد هيشوف الحقيقة. اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي دي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش. اوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تفرح نفسك. صوت جواك.